واش لا فامي كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد الرئيس ديال العصابه جابوا ليه الخبر بان بنته هربت من العرس والقضيه غترون هنايا. عياو يقلبوا عليها عمامها ولكن ما لقاوش ليها الاثار. شويه شدوا بين هذاك اللي خطفها. ومن هنا نقولها لكم فيما تشوفوا شي فيلم بادي بحال ما هكا عرفوها غادا ترول. قال ليه ما عرف والو ولدو عاونا تهرب على قبل شي صاحبه. لا غد ليه في الصباح جمعوا صحابو كاملين وما كاين غير العصا. ترى تنقول لك طيبوا ليهم ظهرهم. شويه اعترفوا ليهم قالوا لهم باللي واحد خونا سميتو بابلو هو اللي عارف فين كاينين. المهم اجي مشوا عدد بابلو هذا وهذا هو بابلو. هنايا كان كيجمع حوايجو حتى غادي يتسلطوا عليه. ما كاين غير الفراده قرطاس. ترى تنقول لك غادي تشبك اليوم الا درتي شي حركه الله يرحمك حبيبي. ولكن كان كيسحب لهم باللي بابلو شي واحد مدعوق ومع بغاو يضربوه غادي تشبك كروشيات. كما العاده حنا ما علينا غنتفرجوا. ولكن في الاخير غادي يضربوا الغليظ وغادي يغيب. وملي فاق لقى راسه مدورين عمامه خوتان سابهم. وهنايا سولو فين كاين راكيش اللي هرب مع بنتهم. قال لهم باللي ما كيعرفوش. في نفس الوقت جا الاب ديالها قال لي حتى انا ما كنعرفكش وما حدي باقي ما لقيتش بنتي انت ما غاديش تمشي من هنايا. ومن بعد غادي يداو عند صحابو حتى هما شادينهم تمايا. وهنايا بكثره الخلعه اللي فيهم غادي يعنقوا بعضياتهم. شويه بابلو مشى جبد عليها بواحد النعسه حيت عيا بزاف. وهنايا جبد واحد الحلقه اللي كانت طاحت لديك البنت اللي كتعجبو. بغى يرجعها ليها ولكن لقاها مشات. قالوا ليه صحابو كيفاش غادي نخرجوا من هنايا. قال لهم غير صبروا عليا حتى للصباح. لا غد ليه فاقوا في الصباح بكري وغادي يهربوا من السطح. ولكن هنايا بابلو بان ليه داك الغليظ اللي كان ضربو. هو يمشي لعندو وصل خوعصه وبدا كيغوت الغليظ وغادي يخرجوا الحراس. بابلو مع كان هربان بانت ليه ديك البنت اللي كتعجبو وبقى ساهي بكثرة الجمال اللي شاف فيها. شويه مشى عليهم الترين وغادي يشدوهم الرجال ديال شاودري. وملي وصلت شاودري بدا على خوه بالتصرفيق حيت هربوا ليه. وهنايا قال بابلو كنصحك ما تعاودش تهرب مره اخرى. بابلو قال لي واش اللي شاف عندك هاد الجمال غادي يهرب انا معاك هنايا الموسطاج. في نفس الوقت غادي نعرفوا بنتو سميتها ديمبي. جات كطلب منه خلاه تمشي لافاك ولكن شاودري ما بغاش. وهنايا ديمبي تقلقات حيت ما خلاش تكمل قرايتها. ومن بعد ديربي من ما خلاش الاب ديالها تخرج قررت تمشي عند بابلو باش يقول لها فين كاينه الاخت ديالها حيت الا لقاوها غادي يخلي الاب ديالها تمشي لافاك. وهنايا سولات بابلو ولكن مسخوط بقى مطلع عليها. هي ما عجباتش الحال وغادي ترجع لبيتها. شويه دخلت للبيت ولقات صاحبتها كتجمع البيت وغيطيحوا ليها كاع الرسائل اللي كان كيصيفط راكيش للاخت ديالها رينو. بداو كيجمعوهم بالزربه باش ما يشوفوهمش عمامه. شويه طارت واحد الرساله ولقاها عمها شافتو جاي عطات الرسائل اللي بقاو كاملين لصاحبتها وقالت لها خبيهم. جا عمها وسولها واش كاينه شي رساله من غير هادي. قالت ليه لا. وهو خرج بالزربه وكان الغليظ يقلب صاحبتها. واختنا ملي شافت راسها غتحصل غادي ترميها في البلاصه فين محبوس بابلو وصحابو. اللي قلنا صافي كملات. وفي الليل بابلو تفكر الحلقه اللي طاحت ليها وغادي يمشي يقطع عليهم الضو كاملين. دخل عند ديمبي للبيت وعطاها الحلقه ومع خرج من تما اكتيفا الضو. وفي هاد اللحظه شافت الحلقه وبرت ليها الماء في الركابي. المهم كنظن انها فهمت كلشي. نهار الثاني سمعت شي صوت وخرجت ولقات مركبين بابلو وصحابو وغادي بيهم لشي بلاصه. وهما غاديين بابلو عرف باللي لقاو راكيش ورينو. وصلوا للبلاصه وخلاو الغليظ وشي رجال شادين بابلو. ولكن بابلو قال لهم مع من نتوما غادي يعلق عليهم. وهنايا بقى كينقز وغادي يطلع في الدروج. دخل عند صاحبو وهنايا بداو كيدقوا عليه خوتها وعمامها. ولكن بكثره الخلعه هربهم بابلو من الشرجم. في الوقيته اللي دخلوا هما للدار غيكون بابلو ركبهم في الطوبيس. ومن بعد دينبي بدات كتعاود لصاحبتها باللي بابلو عاون راكيش والاخت ديالها باش يهربوا. وهي كتعاود ليها غيكون عمها واقف حدا الباب وسمع كلشي. غادي يجيبوا بابلو وصحابو في الساحه وبداو كيدوزوا واحد بواحد وكيسولوها فين هو اللي عاونهم. هنايا وصلوا لبابلو جرى عمها من شعرها وهبطها لعندو. ديك الساعه شافها عرف هي البنت اللي كان كيقلب عليها. بقى عمها كيسولها وقالت ليه هو اللي عاونهم اللي قلنا. ومن بعد ربطوا لك بابلو وما كاين غير العصا. ولكن هو معكس عيا وما يضربوا فيه وما قال لهم والو. شويه قال لهم تشاودري الا ما بغاش يكر صفيوها لصحابو. كتفوهم كاملين ومع سمعت اكتيفا السلاح قال لهم باللي كاينين في ديلي. وفي نفس الوقت طلعوهم في الطوموبيل وخداو معاهم حتى دينبي وصلوهم لديلي وبداو كيقلبوا ما خلاو معبد ما خلاو كوميساريات. ولكن في الاخر ما لقاو والو. ومن بعد كانوا مريحين في المحطه وواحد وجوه الشر كانوا كيشوفوا في دينبي.
شويه واحد الشعير شاف بنته وبدا كيغوت، وغادي يركبوا في الطوموبيلات وبقاو تابعينهم. ملي وصلوا قلبوا الطوبيس وما لقاو والو، وهنايا كانوا غاديين بحالهم وتفكروا بلي مسودين بيه في المحطه. رجعوا للمحطه ولكن ما لقاوش ليها الاثار. بدا بابلو كيقلب عليها، شويه سمع صوتها في واحد المبنى، ومع قال لهم بعدوا منها غادي تشبك كروشيات، ترى ما خلى فيهم حتى عظم صحيح. وصل بوين دينبي ولقى كيسلخ في واحد، وغادي يشكرو بزاف حيت عتق ليه بنته. ومن بعد هادشي لوقات شودري غادي يشوف ان بنته راكبه في واحد الطوبيس وغادي يتبعها. مشينا فيها لوالديك، وفي نفس الوقت دورهم بالطوموبيلات، وعما غيشوف انها تعدات الحدود والتقاليد ديالهم. جبد السلاح وبغى يصفيها ليها، والاب ديالها دور وجهه. وهنايا بدات كتبكي وقالت للاب ديالها باللي حامله. شودري ضربو الضو، وهنايا قال لها ما بقاتش عندي شي بنت سميتها رينو. ومن بعد وصلوا بابلو وصحابو وطلبوا منهم السماحه، وقبل ما يرجعوا للفيلاج غادي يعرضوا عليهم العرس ديال دينبي. الله اكبر! رجع هو وصحابو للدار وكيبان طالع عليه الدم. هاني اخي بابلو تمشي وحده وجهو 10. ولكن في الاخر بابلو كنقول لكم ما تسرطاتش ليه، ركب على الماطر هو وصحابو قصدوا الفيلاج. وفي نفس الوقت غتكون دينبي كتبكي على زهره من المعوج، وهي كتشكي على صاحبتها من المعامله ديال باها. غيكون حدا الباب وسمع كل شيء. ملي خرج من عندها سمع بان بابلو وصحابو رجعوا لتمايا. طلات دينبي من الفوق وكتبان فرحانه حيت شاف بابلو. ضرب عليها باها ويقول هاد المسخوطه واقيلا بغات تهرب اليوم. رجع دخل عند بابلو وبقى دايرو قدام عينيه بلا ما يدير شي مصيبه حيت عارفو بخبيزته. شويه جات عنده مرتو باش يبدل حوايجو، دخل بدل بالزربه ورجع للبيت، وبنته لقاها مازال تما. ملي بغات تسلم عليه كان كيبكي وحشمان منها. هو خرج كيقلب على بابلو، ملي لقاه غادي يجرو لبرا. قال ليه جيني من الاخر، جيتي لهنايا باش تهرب انت وبنتي. قال ليه بابلو كون بغيت نهرب انا وياها كاع ما تلقانا مش حال هادي. بابلو من كمل معاه الهضره غادي يتحرك هو وصحابو من تمايا، وفي الطريق تعرض لهم العريس والرجال ديالو. وكيبان من النهار الاول هو حاقد على بابلو، ومع وصلوا لعندو شبكوا فيه بالعصا حتى ما بقاش قادر يوقف. هنا جا عنده العريس وبدا عليه بالكروشيات، ولكن الحرب غادي تقلب ضده. بابلو عاد من جديد وقال ما بقى خاسر والو ملي خسر دينبي. ومن بعد بدا كيدخل ليه في الكروشيات، عطاه قتله ديال العصا. وهذا هو المثل قالك من يكون خوك عسل ما تلحسوش كامل. وفي نفس الوقت وصلت شودري وبقى كيتفرج فيهم. ترى كنقول لك شبكات كروشيات. هز بابلو واحد الحديده حتى كان غادي يصفيها ليه وحبس. وهنايا كنقول لكم جا عنده باها قال ليه باللي فكر في الموضوع وغادي يخليه يتزوج بدينبي. وشوف جا واحد عطاه العريس قتله ديال العصا جوجو البنت. هنايا تخطف بنتي وتبعك بالحجر. المهم ما علينا، حتى لهنا كيكون سال الفيلم ديالنا. كما العاده ما تنساش دير معاك شي لايك وشي كومونتير زوين بحال، وتشترك في القناه باش يوصلك الجديد. يلا نتلاقاو في الفيلم الجاي.